ازيكم يا حبايبي، انا اميره وده مطبخي. احنا النهارده هنعمل اكله سهله وبسيطه. هنعمل جمال بالحلاوه. هنعمل رز معمر، هنعمل بطاطس في كفته الرز اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. انا جبت طماطم، انا بضرب الطماطم مع البصلايه، بجيب بصلايه والطماطم مع الكميه اللي انا عايزاها، بضربها مع البصلايه في الخلاط. حطهم على البوتاجاز بسمنه ومعلقه زيت، ضفت عليهم نص معلقه سكر، معلقه ملح، معلقة كمون. سويت الطماطم كويس، قلبتها في صينية كده زي ما حضراتكم شايفين. انا عاملاها صوابع كده عشان يعني تبقى شكل الكفتة، تبقى صوابع شكل صابع الكفتة، ما تبقاش هي مكعب والكفتة هي صابع، لا، خليتها شكل بعضها، يبقى صابع الكفتة شكل صابع البطاطس. في ناس بتعمل الكفتة ديت لوحدها، انا بحبها كده مع البطاطس، بحس ان البطاطس بتدي للكفتة طعم كده، هما الاتنين بيطعموا بعض يعني. انا كده عملت البطاطس زي ما انتوا شفتوها هي والكفته. وده الرز انا غسلته كويس وضفت عليه الملح ومعلقه سمنه، وده اللبن. هحطه بقى في الفرن ونرجع تاني مع بعض. اقلبه كويس الاول عشان الملح، انا حاطه عليه معلقه سمنه، بضيف السمنه الاول، اقلبها في الرز كويس وبعدين اضيف اللبن. كده الرز بعد ما خرج من الفرن اهو، حاجه يعني ولا اجمل. سلام.